وأين مكانه وأين حطوه، وأيضا ما يعني أيش عمل في القبيلة، أو ما هي النوعية، العمل النوعية التي انطلقت بها. جبر بن غلب هذا يقول لك إنهم حتى مثلا قبر إنهم قبروا وهو مسنب أو وهو قايم. قالوا لما قال يقبرون يعني الوصاة قدر إن يبقى الحكم أو القبيلة أو الأعراف القبلية أو القوانين أو تبقى سائدة أو قائمة مثل متوارثة بجيل بعد جيل. فنشتي الذي تواصل بنا الآن يعني يعرفوا من الذي تواصل بنا وكيف وما هي الفكرة احنا على الأعراف القبلية، لأن الفكرة صغيرة حجم كبير والوقت صغير له. وعد باقي ايام داخل يا استاذ رمزي حول الاعراف. خلاص ما دام داخلتك ما عاد نستقبل اتصال، عاد نستقبل، يلا ادخل. حول الاعراف. الاعراف هي طبعا ذكرت في القران الكريم، وكذلك هي مستمده من القوانين التي كتبت على الاحجار للحميريين والسبعيين. كذلك ذكرت الأعراف في الإنجيل أو في غيرها من الكتب السماوية. هي متوارثة من الآباء والأجداد، وهي جيلا بعد جيل متوارثة. نعم قديم الزمن صحيح. شعوبا وقبائل اللي تعرفوا، يعني قبائل وشعوب، يعني خلف شعوب غير وقبائل غير اللي تعارفوا فيها الأعراف القبيلة، يعني تدرى ما هي قوانينك وأعرافي، وتدرى ما هي قوانينك وما هي أعرافه. يعني شعوب يعني بيتحدث عن شعوب، ما بيتحدث عن قبيل، يعني شعوب المايا، شعوب الكذا، الصين، هذه شعوب ثانية أو قوانينها. فإحنا قوانيننا يجب المحافظة عليها، ويجب أنه احترام مثلا من شيخ أنه يحترم الشيخ حقه ويعرف قدره ويعرف ما هي. احنا نقول لهم الله يعينهم في هذا الأذنة وفي هذه الأوقات التي فيها كثرة المشاكل. كثرة الشيوخ، كثرة المشاكل، كثرة الشيوخ، مع كثرة الشيوخ